السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريمة اليوم تتعلق بعصابة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والهجوم على المنازل وأخذ الممتلكات بالقوة. على بركة الله نخوض في أطوار هذه الجرائم. في إحدى الليالي هاجم 4 أشخاص منزل منعزل في إحدى القرى. في بداية الأمر طرق أحدهم الباب، فتح صاحب المنزل وطلب منه الطارق البعض من الماء بداعي أن محرك سيارته ارتفعت حرارته ويحتاج الماء ليسكبه في المحرك ليكمل طريقه. ذهب صاحب المنزل ليحضر الماء فترك الباب مفتوحا. تبعه 3 من أفراد العصابة فأشهروا أسلحتهم البيضاء فأشبعوه ضربا ثم قيدوه بواسطة الحبل. عندما اكتشفت زوجته الأمر كان مصيرها كزوجها، لقد قيدوهما بإحكام وأقفلوا أفواههم لكي لا يصرخون أو يطلبون النجدة ويكشف أمرهم. ثم التحق بهم الرابع الذي كان يراقب في الخارج وبدأوا في البحث في كل مكان. لقد وجدوا مبلغا مهما من المال وبعض الذهب وبعض الأجهزة المنزلية ولاذوا بالفرار. وفي الصباح رن هاتف الضحية عدة مرات لكنه لم يستطع الإجابة لأنه مكبل. فأتى ابنه، كان هو المتصل، كان يسكن في نفس القرية. فتحوا الباب بالمفتاح واكتشف أن والديه في أسوأ حال. عندها ذهب الأب والأم والابن لمركز الدرك وأخبروا رجال الدرك بكل ما حدث وبقيمة المبلغ المسروق والذهب والأجهزة المنزلية. سأل الدركي الأب: هل تعرف أحد من أفراد العصابة أو رأيت وجه أحدهم؟ رد الأب بالنفي، ثم أضاف: لقد كانوا ملثمين ويلبسون واقية اليد. تم افتكر كان واحد منهم غير ملثم ولا يلبس شيء في يده. هنا بدأ القليل من الأمل. ربما يترك المجرم بصمته في إحدى الأماكن دون كل شيء في محضر. وانصرفوا بحال سبيلهم في انتظار أخبار عن تلك العصابة. هنا بدأت التحريات. انتقلت العناصر المعنية لعين المكان وأخذت البصمات. كانت بصمة واحدة ولكن للأسف لم يعثر على صاحبها. ربما هو قاصر أو لا يتوفر على بطاقة الهوية. مر شهر تقريبا على الحادث دون شيء يذكر. وفي إحدى الأيام تقدم صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية بشكاية مفادها أنه تعرض للسرقة من طرف 4 ملثمين. كان يستعد لإغلاق المحل ثم بادره أحدهم يطلب كيس شاي، وعندما أراد التاجر إحضار الشاي هاجمه 3 مجرمين وأقفل الرابع الباب وقيدوه، ثم أخذوا كل نقوده وكذلك بعض المواد الغذائية الغالية الثمن وتركوه مكبلا ولاذوا بالفرار. وفي الصباح اكتشفه أحد موظفين إحدى الشركات التي تزوده بالمواد الغذائية. ذهبوا البقال للشرطة وتقدموا بشكاية ضد 4 ملثمين سرقوه واعتدوا عليه بالضرب. وبعد أيام من هذه الحادثة قتل حارس ليلي للسيارة وكان مكبلا بنفس الطريقة التي ينفذها 4 الملثمين. لا شيء يذكر، لا بصمة لشهود ولا كاميرات مراقبة ولا أي شيء، لأن الحارس قتل في ساعة متأخرة من الليل. وبعد 40 يوما شخص آخر يتعرض للسرقة كان جزارا. هاجموه بنفس الطريقة وقيدوه وأخذوا كل ما يملك. تقدم الضحية بشكاية للشرطة وصرح أنهم كانوا 4 ملثمين. هنا اتضحت الرؤية. الملثمين هم من يقومون بالسرقات وربما القتل أيضا. هنا شددت عناصر الشرطة المراقبة والتفتيش في مداخل ومخارج المدن وقامت بعدة اعتقالات المشتبه بهم. وحدث استنفار أمني غير مسبوق، الإطاحة بالمجرمين لكن دون جدوى. ربما يتحركون بين المدن والقرى. وفي إحدى الليالي وقعت سرقة في محل لبيع الهواتف المحمولة. كان المحل مقفلا وبه العديد من السلع
جوالات واكسسوارات. وفي الصباح جاء صاحب المحل وجد الباب مفتوحا واكتشف أن محله سرق. لم يتركوا شيئا، سرقوا مبلغا من المال وجوالات باهظة الثمن بالإضافة إلى حواسيب واكسسوارات. ذهب صاحب المحل عند الشرطة وأخبرهم بالسرقة التي تعرض لها وحجم الخسائر المادية، وصرح أنه يتوفر على كاميرا مراقبة مخفية بشكل جيد ولن يستطيع أحد غيره معرفتها. أحضر تسجيل الكاميرا للشرطة. وقد تبين أن أحدهم لم يكن مثلما كان وجهه واضحا ولم يشك أبدا أن هناك كاميرا المراقبة طبعت العديد من صور المجرم، وصار مبحوثا عنه في كل مكان. وفي يوم من الأيام استوقفته عناصر شرطة المرور عند اختراقه إشارة المرور وأوقفته، فتبين أنه موضوع بحث. وعند اعتقاله ومواجهته بالسرقات وجريمة قتل الحارس الليلي صرح بأنه لن يتورط لحاله. فأخبروا الشرطة عن بقية أفراد العصابة، وعند تعميق البحث معهم فتشت منازل أفراد العصابة فردا. تم العثور على المسروقات ومبالغ مالية مهمة تم استرجاع البعض من المسروقات والمبالغ المالية لأصحابها، أما الباقي فقد بيع بأثمنة بخسة، والأموال ذهبت في الخمور والليالي الحمراء. وعند تعميق البحث تبين بأن عصابة الملثمين هم من قاموا بقتل الحارس الليلي، بالإضافة لمجموعة من السرقات لم يبلغ عنها الضحايا لأنها قد تكون تافهة، عبارة عن مسروقات لم تكن غالية الثمن أو مبالغ مالية بسيطة. وهذا أكبر خطأ يقوم به الضحايا. يجب الإبلاغ عن أي شيء مسروق أو عند التعرض لسلب الأموال بالعنف أو تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. لكل هذه الأسباب حكم كل أفراد العصابة ب30 سنة سجن نافذا. إلى هنا تنتهي أطوار هذه السلسلة من الجرائم. دمتم بخير وإلى اللقاء.